السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهاردة نعمل مع بعض بديل الفستق. ان شاء الله وصفة تعجبكم وتجربوها في تزيين كل الحلويات الشرقية. بإذن الله تجربوها معايا، ويلا بينا نشوف الوصفة معانا. الوصفة هنا هنحتاج انا جايبة هنا ربع كيلو من الفول السوداني. الفول السوداني المتحمص. ان شاء الله هنحتاج ربع كيلو. عايزة تضعف الكمية براحتك خالص. وهنحتاج لون غذائي كده، جل غذائي اللون الاخضر. ديت العبوة ديت رخيصة جدا عند اي عطار، انا جايباها ب10 جنيه بس. هتقعد معاكي مدة طويلة جدا، يعني نقطة واحدة بتعمل يعني كمية كبيرة من الفستق. هنفضي كده في الكبة بقى الفول السوداني بتاعنا. ان شاء الله تعتمد الوصفة ديت جميلة جدا في تزيين البيتي فور وفي تزيين الحلويات. بجد يعني غيرت شكل من الحلويات خالص خالص. ان شاء الله تجربوها وتقولوا رأيكم ايه فيها. هنا فضينا بقى السوداني في الكبة زي ما انتوا شايفين. هنحط بقى كام نقطة كده من الجل الغذائي بتاعنا الاخضر دوت. يعني على حسب اللون انت عايزاه درجته قد ايه. يعني انا هحطه كل ما احتاج كده هنزل نقطة نقطتين تاني لحد ما اوصل للون اللي انا عايزاه. هنضرب بقى السوداني في الكبة كده زي ما انتوا شايفين. انا ما بحبش اقول عليه فستق كذاب زي ما بعض اخواتي بيقولوا عليه. يعني انا ما بحبش كلمة كذاب ديت، احنا نقول بديل الفستق افضل. ويعني ان شاء الله تجربوا الوصفة وتعجبكم بإذن الله. هنا هنضرب كده لحد ما يدينا يعني السوداني يبقى ناعم معانا، ونوصل للدرجة اللي احنا عايزينها. انا لسه حاسة ان اللون فاتح شوية، هحط كمان نقطتين من الجل الغذائي لحد ما اوصل لدرجة اللون اللي احنا ايه عايزينها. هنضرب كمان في الكبة كده. اللون ابتدى هو يتقل معانا. ادانا فستق ولا مش فستق دوت. ان شاء الله كده تشوفوا وصفتي للاخر وتجربوها، وما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة. ولو انتوا جداد كده يعني دعموني بالتعليق الحلو، وقولوا لي ايه رأيكم في الوصفة الجميلة دي. زي ما انتوا شايفين كده ادي الفستق بتاعنا او بديل الفستق. حاجة كده والله يعني جميلة جدا واقتصادية خالص. احنا كلنا عارفين الفستق الكيلو وصل منه مبلغ كبير جدا. فاحنا نعمل بديل بتاعه كده زي ما انتوا شايفين. مش هتفرقوا عن الفستق خالص. والسوداني احنا كلنا عارفين ان هو قد ايه فيه قيمة غذائية. ان شاء الله يوفي بالغرض. وان شاء الله تجربوا الوصفة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.